حبيبي، هتعتكف معايا السنة دي في رمضان ولا عندك مذاكرة؟ لا ما عنديش، لكن خارج مع الشلة. الواد حوده صاحبي رجع من بلاد برا والشلة عاملة احتفال، وانت عارف بقى مفيش احتفال للشلة يفوتني يا بوب. هي الشلة دي أهم من واجب ربنا وعباداته يا ابني؟ لا كبير، لكن يعني انت بتعتكف ل10 لواحد ودي كتير اوي. كفاية يوم واختار بعيد عن يوم الشلة. مفيش فايدة، مفيش فايدة، حل العوض ومنه العوض فيك يا الواد. طب وبعدين؟ ولا نافع معاه تعديل ولا تقويم؟ هنعمل ايه؟ ده حتى الاعتكاف اللي بيجي مرة في العمر ناقم عليه. ده عيل يا ايوب، اعتكاف ايه اللي عايزه منه؟ وبعدين بالهداوة، ما تاخدش كل حاجة على صدرك كده، اتكلم معاه تاني، ولا تعلم يمكن ربنا يهديه. اتكلم معاه اقول له ايه؟ الواد بقول له اعتكف، وهلا انا اللي فاكر عنده مذاكرة وداخل على استحياء اتاري البيه بيرتب لخروجة شلته التلفان. طيب اقول لك ايه يا ايوب، ما تحاول تتفق مع شلته دهيت عليه، يعني طالما الواد ماشي وراهم قوي كده ليه ما نكلمهمش ونوعيهم، وطبعا هنكلم كبيرهم. ده يلا يكون هو قائدهم الموكول. هو بعينه يا بتاع، ربنا يتولى بقى ويربي بطريقته. انا فوتت امري لله في الواد ده. يلا هاتيلي الشال من جوه لحسن الجو برد.